بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أقول سامحوني، خاصة كل شخص أقلقته، جرحته، ضايقته، ظلمته، كما أنني أتقدم بشكري وامتناني من صميم قلبي لمن كان لي عنده تقدير واحترام، لمن يعزني، لمن يحبني لله وفي الله، لمن ذكرني في حضرتي وفي غيابي بكل خير. كما أنني أسامح كل شخص اغتابني أو ذكرني بسوء في غيابي، أو أقلقني، أو جرحني، أو ظلمني يوما ما. أو من سمع كلاما عند الغير وتغير علي وبداخله كان يتمنى لي شرا، لكنني مقابل ذلك أتمنى له خيرا. كما أنني لا أدري هل أصوم هذا الشهر أو أكون تحت التراب، لذلك عند موتي لن أقلق، لأنه حسب ما أعتقد سيأتي الكثيرون أو أقل قليلا لتشييع جنازتي. وقبل ذلك فإخواني المسلمين سيهتمون بجسدي البالي ويقومون باللازم، سيقومون بتجريدي من ملابسي، بغسلي، بكفني، بإخراجي من بيتي، وبالذهاب بي لمسكني الجديد قبري برفقة الكثيرون أو أقل قليلا لتشييع جنازتي، بل سيلغي الكثير منهم أعماله ومواعيده لأجل دفني. كل أشياء سيتم التخلص منها، كتبي، أحذيتي، ملابسي، وهكذا. وإن كان أهلي موفقين فسوف يتصدقون بها لتنفعني. تأكدوا بأن الدنيا لن تحزن علي، ولن تتوقف حركة العالم، والاقتصاد سيستمر، وأموالي التي هي أصلا قليلة إن لم أقل غير موجودة ستذهب حلالا للورثة، بينما أنا الذي سأحاسب عليها القليل والكثير، وأن أول ما يسقط مني عند موتي هو اسمي. لذلك عندما أموت سيقولون عني أين الجثة، ولن ينادوني باسمي. وعندما يريدون الصلاة علي سيقولون أحضروا الجنازة، ولن ينادوني باسمي. وعندما يشرعون بدفني سيقولون قربوا الميت، ولن يذكروا اسمي. لذلك لن يغرني نسبي ولا قبيلتي صبوية التي أعتز بها، ولن تغرني مكانتي بالمجتمع ولا شهرتي إن كانت لي أصلا شهرة. فما أتفى هذه الدنيا وما أعظم ما نحن مقبلون عليه. فيا أيها الحي الآن اعلم
أن الحزن عليك سيكون على 3 أنواع. الناس الذين يعرفونك سطحيا سيقولون مسكين. أصدقاؤك سيحزنون ساعات أو أياما ثم يعودون إلى حديثهم بل وضحكهم. الحزن العميق في البيت. سيحزن أهلك أسبوعا، أسبوعين، شهرا، شهرين، أو حتى سنة، وبعدها سيضعونك في أرشيف الذكريات. انتهت قصتك بين الناس، وبدأت قصتك الحقيقية وهي الآخرة. لقد زال عنك الجمال والمال والصحة والولد. فارقت زخرفة الدنيا ولم يبقى معك إلا عملك، وبدأت الحياة الحقيقية. والسؤال هنا: ماذا أعددنا لقبرنا وآخرتنا من الآن؟ هذه حقيقة تحتاج إلى تأمل. لذلك الحرص على الفرائض. أصدقوا إذا حددتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وغضوا أبصاركم وليس غضوا من أبصاركم، فالفرق كبير بين هاتين. غضوا أبصاركم أي الابتعاد عن التبرجيك والتكلم في أعراض الناس، وكفوا أيديكم عن كل شيء لا تملكونه وليس في ملككم. كفوا أيديكم عن السرقة بكل أنواعها، سواء كان مالا خاصا أو عاما. أكثروا من صدقة السر، أكثروا من الأعمال الصالحة لعلك تنجو إن ساعدت على تذكير الناس بهذه الكلمات. وأنت حي الآن، سأتجد أثر تذكيرك في ميزانك يوم القيامة بإذن الله. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. لماذا يختار الميت الصدقة لو رجع للدنيا؟ كما قال تعالى في محكم كتابه العزيز: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. صدق الله العظيم. ولم يقل لأعتمر أو لأصلي أو لأصوم. قال أصحاب الاختصاص: ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من أثرها بعد موته. فأكثروا من الصدقة وبأحسن ما عندكم: صيام مقبول، وإفطار شهي، وذنب مغفور، والله يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. تيرت واحد الشيخ سيدي محمد بن عبد الله ميرلفت، فاتح رمضان للسنة الهجرية 1444، السنة الميلادية 2023.